ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي زد، من الاختبارات القويه جدا والاختبارات ناس كتير مستنياها لقوه النادي وقوه قطاع الناشئين في النادي. يعني يمكن دلوقتي حاليا من احسن قطاعات الناشئين في مصر. هنتكلم عن كل تفاصيل وهنتكلم ازاي تقدم مجانا بدون اي تكاليف ماديه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. نادي زد من الانديه القويه جدا حاليا في قطاعات الناشئين، نادي من انديه الدرجه الثانيه بس بينافس على الصعود الممتاز. حاليا هو ماشي اول في الدوري الممتاز بمجموعه القاهره. من الانديه اللي الناس كتير قوي مستنيه الاختبارات دي لنزاهه الاختبارات لقوه النادي، لان الاختبارات كمان مجانيه بدون اي مقابل مادي وبدون سعر استماره. فده بيدل على ان الهدف بس من الاختبارات حاجه واحده بس، ان هو عايز افضل ناس موجوده او افضل مواهب موجوده في مصر، وده هينعكس على قوه الاختبار. يعني الاختبارات مش تبقى سهله، هتلاقي عدد كبير جدا، هتلاقي مواهب كويسه. يعني انت لازم تبقى مميز جدا ولازم تبقى جاهز جدا ولازم تبقى متمرن كويس جدا. فعشان كده دايما بقول لك اتمرن واجهز لحاجه زي كده. ما تجيش تبقى قاعد وتروح اختبارات زي كده، او ما تجيش تبقى مستني الاختبارات زي كده وانت قاعد في البيت. تمرين مهم جدا، المواظبه على التمرين والماتشات الوديه والاحتكاكات كل ده هيفرق معاك. فنادي زد من الانديه اللي انا بشجعك تروح اختباراتها وبشجعك بقوه لو انت واقف على رجلك ومستواك كويس. هنتكلم دلوقتي عن كل التفاصيل في طريقتين ان انت تقدم. اولا سعر استماره مجانا، مفيش اي سعر استماره، يعني هتقدم بدون اي مقابل مادي. النادي في 6 اكتوبر في الشيخ زايد في مجمع ملاعب زد. 6 اكتوبر في الشيخ زايد في مجمع ملاعب زد. النادي عامل طريقتين للتقديم، ممكن عن طريق الانترنت، هسيب لكم اللينك تحت، وممكن عن طريق الاستماره. هتفتح الموقع، هتخش على انشاء لاعب جديد، هتخش على لاعب جديد، هتفتح لك صفحه ثانيه فيها اولا اسم اللاعب، فيها البريد الالكتروني، فيها تاريخ ميلادك، فيها رقم تليفونك، فيها المركز المفضل. هتقدم في كل البيانات دي وهيتحدد لك الميعاد. تاني حاجه ممكن تروح تجيب الاستماره في يوم الاختبارات نفسه. في يوم الاختبارات تجيب الاستماره وهتملاها وتقدم عادي زي اي اختبار. عندك كده وعندك كده، بس الاحسن تقدم على النت عشان تبقى من بدري عارف ميعادك، من بدري الدنيا سهله ورايح محضر نفسك وعارف هتختبر امتى، بدل ما تروح وتستنى في العدد الزحمه ده او في الاوقات دي. والميزه السنه دي ان هو عامل اختبارات طول الشهر، عامل اختبارات طول الشهر، محدد ميعادين لبعض المواليد ومحدد يومين تاني لبعض المواليد، فممكن ما تلاقيش الزحمه اللي كانت موجوده في السنين اللي قبل كده. طب ايام الاختبار ايه؟ الاختبارات مبدئيا هتبتدي يوم 1/6، هتبتدي يوم 1/6، محدد 4 أيام في الأسبوع من كل أسبوع خلال الشهر. يعني الشهر كله من 1/6 لحد آخر الشهر 4 أيام في الأسبوع، اللي هم حد وثلاث واثنين وأربع، حد وثلاث واثنين وأربع، يعني حد 2 3 4، 4 أيام وفي 3 أيام أجازة. طيب تقسيمة المواليد إيه والمواعيد بالظبط إيه؟ هتبقى حد وثلاث من مواليد 2015 لحد مواليد 2012، من مواليد 2015 لحد مواليد 2012 ده كل يوم حد وثلاث. وكل يوم حد وثلاث هتلاقي كل مواليد ليهم ساعه معينه. يعني عندك مواليد 2015 و2014 من 8 ل 10، 2015 و2014 من 8 ل 10، مواليد 2013 و2012 من 10 ل 12. كل يوم حد وثلاث المواعيد دي لمواليد 2015 لحد 2012. طب باقي المواليد هي الاختبارات عامه من 2015 لحد 2009، من 2015 لحد 2009. فيوم الاثنين والاربع هيبقى لمواليد 2009 و2010 و2011، 2009 و2010 و2011 كل يوم 2 4. مواليد 2011 من 8 ل 10، مواليد 2011 من الساعه 8 لحد الساعه 10. طب مواليد 2010 من الساعه 9 لحد الساعه 11، مواليد 2010 من الساعه 9 لحد الساعه 11. مواليد 2009 من الساعه 11 لحد الساعه 1، مواليد 2009 من الساعه 11 لحد الساعه 1. يبقى كده مواليد 2011 من 8 ل 10، ومواليد 2010 من 9 ل 11، ومواليد 2009 من 11 ل1. اختبارات كويسه، اختبارات مميزه، اختبارات مش هتكلفك اي تكاليف ماديه غير المواصلات. حاول ان انت تبقى مستعد كويس، حاول ان انت تتمرن كويس، تاخد كل الاحتياطات، تنام بدري، تاكل كويس، تبقى مستعد قبليها باكتر من يوم. مش لازم يوم الاختبارات بس اللي تناموا بدري، مش لازم يوم الاختبارات بس اللي تبقى واكل قبليها كويس. لا، خلي دايما يومين 3 تبقى مستعد، مريح جسمك، واكل كويس، مستعد، عارف هتعمل ايه، مهارتك تظهرها بالطريقه المناسبه. بلاش ان انت تاخد الكوره ترقص كتير، لا، خلي دايما
في وقت ان انت تظهر مهارتك وفي وقت ان انت تباصي وتتحرك صح. خلي مظهرك كويس. اللاعب بيبان من اول نظره ليه، يعني المدرب ممكن من اول نظره يقول ده شكله لاعب كويس. خلي دايما شكلك لاعب كويس، خلي دايما جسمك منظم، لبسك منسق. كل ده بيأثر معاك او بيلفت يعني نظر المدرب اليك او بتاخد اهتمامه شويه. يعني انت لما تبقى لابس كويس، يعني انا ساعات بشوف لاعب كوره بعرف ان هو لاعب كوره من طريقه جسمه، من مشيته، من لبسه، بيبان ان هو لاعب كوره، فممكن اركز معاه حتى لو ما طلعش بعد كده لاعب كوره، لا بس انا بركز معاه. يعني ممكن يلفت انتباهي ستايل معين او لاعب معين يلفت انتباهي، يبقى عندي فضول ان انا ابص على مستواه. ربنا معاكم يا رب، يكتب لكم النجاح ونشوف اكبر عدد من الناس اللي بتتفرج عليا في انديه. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات او ابعت لي فولو على انستجرام وكلمني، واعذروني لو بتاخر في الرد او في ناس ما بلحقش ارد عليها، اعذروني، ابعت لي تاني ان شاء الله هكلمك. واستنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.